السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة هنا على قناة قعدة سيما. في حلقة النهاردة هنتكلم معاكم عن مسلسل محمد امام في رمضان 2023، وهل هو متواجد معانا فعلا ولا لا. والمسلسل ده هيكون بعنوان تربو. المؤلف احمد محمود ابو زيد طلع في لقاء على جريدة القاهرة 24 وقال انه لحد دلوقتي لم يتم تحديد هل العمل سيكون في السباق الرمضاني 2023 ولا لا، ولكن العمل ده اتأجل من رمضان 2022 لرمضان 2023، وانا اعتقد ان المسلسل بنسبة كبيرة جدا هيكون في رمضان 2023، وده لان محمد امام مش متعود الجمهور ان هو يغيب عنه في رمضان كل سنة. وطبعا مسلسل تربو اتأجل من رمضان 2022 نظرا لتحضير محمد امام لفيلم عمهم، واللي حقق نجاح جماهيري كبير جدا لما اتعرض في السينمات. ولكن هنا من خلال قناة قعدة سيما خلينا نعتقد ونتوقع معاكم ان محمد امام موجود معانا في رمضان 2023 بمسلسل جديد سواء تربو او غيره، وده لان من اسباب تأجيل مسلسل تربو من رمضان 2022 هي اسباب انتاجية برضه. فنتوقع ان المسلسل ممكن ما يكونش موجود معانا في رمضان 2023، ولكن محمد امام ممكن يكون موجود معانا بمسلسل تاني. محمد امام دلوقتي مشغول بتحضير فيلمه الجديد واللي هيحمل عنوان ابو نسب، وعملنا عنه حلقة هنا على قناة قعدة سيما هسيبها لكم في شاشات النهاية. تربو كان من المفترض ان هو هيكون من تأليف احمد محمود ابو زيد ومن اخراج شيرين عادل. وبكده اعزائي المشاهدين نكون اتعرفنا النهارده مع بعض عن هل محمد امام هيكون متواجد في رمضان 2023 ولا لا. اكتب لنا تحت في الكومنتات وقول لنا انت ايه اكتر عمل بتحبه لمحمد امام، وبكده تكون انتهت حلقة النهارده، وسلام.